النهارده بقى جايه لكم بوصفه كيكه الشوكولاته البركانيه او كيكه البركان، يعني سموها زي ما تسموها حاجه كده. بسم الله ما شاء الله على جمالها. حاجه طعمها خطير، بتوديكي في حته تانية خالص. لمحبين الشوكولاته كيكه في منتهى الجمال. بصوا عامله ازاي، بصوا شكلها. عايزه اوريكم بس منظرها. جميلة جميلة جميل. اهم حاجة تحطوا لي اللايك وكومنت جميل زيكم، وصلوا على النبي في الكومنتات. وعايزة اوريكم بس ايه بتتقطع ازاي، عاملة ازاي. بصوا عاملة ازاي، حاجة في منتهى الجمال والطعم، حكاية. بصوا جميلة جدا جدا. يلا بينا نخش على الوصفة على طول، يلا بينا. الحاجة كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بيضتين اهو، حطينا بيضتين كده في اول حاجة. هنحط كوبايه الا ربع من السكر، طبعا السكر زياده او نقصان حسب ايه، حسب مقدرتك انت بقى. انت هنقلب السكر والبيض مع بعض اهو. بعد كده هنعمل ايه، هنحط بقى نص كوبايه من الزيت، معايا بقى كوبايه كمان من الحليب اهي، ومعايا ظرف من الفانيليا اهو. وهندمج بقى كل الكلام ده مع بعضه. في الحالة دي عايزة تضربيها بالمضرب اليدوي ماشي، بالمضرب الكهربائي ماشي، بالخلاط كله ماشي. انا هحطهم في الخلاط وارجع لكم تاني. بصوا اهو، انا عملت اهو بنفس القوام ده اهو. ضربته في الخلاط زي ما قلت لكم، هي مضرب كهربائي يا مضرب يدوي يا خلاط، انا استسهلت في الخلاط اهو. هنشوف بقى هنعمل ايه. هنجيب بقى كوبايتين من الدقيق وهننخلهم، وكوباية الدقيق التانية كده، كوبايتين من الدقيق، ومعايا باكو بيكنج باودر اهو. هنحط معلقتين من الكاكاو اهو. وهننخل كل الكلام ده مع بعض اهو. هتبقى نخلتهم نخلة كويسة زي العسل كده. وهنعمل ايه، ندمج بقى كل مكونات الجافة دي مع بعض. بصوا انا دمجتهم دمجة حلوة اهو. اللي وصل لغاية هنا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. حطوا لي اللايك وكومنت جميل زيكم كده، فضلا وليس امرا. هنحط بقى المواد الجافة على المواد السايلة دي، وهنقلبهم بقى تقليبة محترمة في اتجاه واحد، التقليب في اتجاه واحد. هنقلب بقى الكلام ده كله، هندمجه كويس جدا مع بعضه اهو. التقليب في اتجاه واحد كده. شايفين اهو كده. انا عايزه القوام ده، شايفين القوام ده كده، القوام ده جميل جدا اهو. بصوا القوام، انا عايزه القوام ده. هنبدا بقى نجيب صينيه، هنجيب الصينيه دهنتها كده بزيت على حته زبده سيحتها ودهنت بيها كده. عايزه اقول لكم دي مقاس 26 اللي هي الصواني المدوره الوسط. وهنبدا ايه، نحط الخليط بتاعنا كده. هنجيب بقى خلاص اهو، هنخبطها خبطتين كده ونسيبها بقى على جنب ونشوف هنعمل ايه. هنحط بقى كوبايتين من الحليب كده، ادي واحد ادي اتنين. وهنحط 3 معالق من السكر كده اهو. طبعا برضه زي ما قلت لك السكر حسب رغبتك. هنحط 3 معالق من الكاستر اهو. وهنقلبهم كده على البارد كويس جدا. بعد ما قلبتهم بقى هحطهم على النار. كاستر وهو سخن كده على طول تكبي في النص
في النص كده، وهي كده بقى لازم تتحط كده وهي سخنه. الكاستر تتحط وهو سخن على طول، وبسرعه كده هندخله على الفرن على طول. بصوا بقى عملت جنش الشوكولاته اللي هو صوص الشوكولاته اللي هيتحط على الكيك عامل ازاي. انا عاملاه مصوراه معاكم قبل كده، ربع كوبايه سكر وربع كوبايه زيت وربع كوبايه حليب و... ومعلقتين كبار كاكاو هرميين كده. بصوا اهي، بصوا عامل ازاي في منتهى الجمال. طبعا الكيكه بتاعتنا في الفرن، وهنشوف برضو هنعمل ايه مع بعض. وحطيت كمان مكعبين شوكولاته يعزز الطعم. بس عامل ازاي جميل جدا جدا جدا. بصوا لونها ولمعتها جميله زي العسل. اهو طلعتها بقى من الفرن. عايزه اقول لكم بتاخد ربع ساعه، لان كيكه الشوكولاته ما بتاخدش وقت عن كيكه الفانيليا. فدي هنعمل فيها ايه بقى؟ انا سبتها ربع ساعه في الفرن، وبعدين بقى ما طلعت سبتها تهدى خالص وحطيتها في التلاجة علشان الكاستر يتماسك كده. شايفين عامل ازاي؟ بصوا شكلها جميله قد ايه، جميله جدا جدا. طبعا الصوص الشوكولاته سبته بقى ساقع، تحطوه وهي بارده خالص. فهنحط كده، بصوا شكلها عامل ازاي. حاجة كده بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال، جميلة جدا جدا. في الوقت ده لازم برضو تحطوها في التلاجة عشان نعرف نقطعها كويس. بصوا عاملة ازاي، حاجة زي العسل اهي. بصوا عايزة اقول لكم انا سقعتها في التلاجة اهي، سقعتها في التلاجة. هرش بقى عليها ايه، شوكولاتة كده مبشورة، او ترش عليها اي حاجة بقت ايه تعجبك. اهو عندك بقى ايه، شوكولاته فانمسيل، عندك شيبس، شوكولاته شيبس، اي حاجه اعمليها رشيها اهي. رشيت عليها الشوكولاته. بصوا شكلها جميل قد ايه. هنقطعها بقى معاكم دلوقتي ونشوفها. هنقطعها مع بعض اهو. اهو بقى اطلعها معاكم. عايزه اقول لكم بصوا المنظر، حاجه في منتهى الجمال، جميله جدا. بصوا شايفين بقت جميله قد ايه. اللي وصل لغايه هنا ولو عجبته الوصفه حطي لي لايك وكومنت وشير، وتصلي على النبي في الكومنتات. كان معاكم رشا.